أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هنتكلم عن واحد من أعقد وأشهر أفلام كريستوفر نولان، المخرج اللي قدم لنا مجموعة من الأفلام العميقة جدا، زي فيلم انترستيلر اللي اتفرجنا عليه أو عملنا عنه فيديو الحلقة اللي فاتت. النهاردة هنتكلم عن فيلم انسبشن، واحد من أعقد وأشهر الأفلام اللي ممكن تتفرج عليها، اللي هيخلي عقلك يروح ويجي. الفيلم اللي بيخليك طول الوقت تسأل نفسك ده حلم ولا واقع. خلينا نغوص مع بعض في عوالم الأحلام ونفك شفرات الفيلم ونفهم النهاية الغامضة اللي لسه العالم كله بيتكلم عنها إلى الآن. قصة الفيلم بيبدأ مع دوم كوب، اللي هو إيه يعتبر سارق أفكار، واللي بيمثله دور اللي هو ليوناردو دي كابريو. طبعا أنا مش غني عن التعريف. محترف بيقدر يدخل أحلام الناس ويسرق أسرارهم. كوب بيشتغل مع فريقه واللي مكون من أرثر اللي هو شريكه ذكي ومنطقي، ماشي، وأريادني مصممة المتاهات والأحلام، وإيمز المزور اللي يقدر يقلد أي شخصية وغيرهم. لكن المرة دي المهمة مختلفة. احنا قلنا الفيلم اسمه انسبشن، فبدل ما يسرق فكرة، لا هو لازم يزرع فكرة في عقل رجل أعمال شاب اسمه فيشر. ودي العملية اللي اسمها انسبشن. الفكرة اللي عايز يزرعها إنه لازم يفكك إمبراطورية والده. طبعا عندنا طبقات الأحلام عشان هنشوف في الفيلم بيزرع فكرة ديت، فبيزرعها حلم جوه حلم جوه حلم. فممكن يكون في 3 أحلام جوه حلم واحد. فدي طبقات الأحلام اللي احنا بنتكلم عليها. فعلشان يزرعوا الفكرة، الفريق بيبني خطة مجنونة، ينزلوا جوه 3 طبقات من الأحلام، حلم داخل حلم داخل حلم. كل طبقة ليها قوانينها الخاصة، وكل ما ينزلوا أعمق الزمن جوه بيتباطأ أكتر. هنا بيبدأ الفيلم يلعب بعقولنا شوية. عندنا 3 طبقات. الطبقة الأولى وهي مطاردة سيارات ومطر غزير، زي ما في دي البداية. عشان بعد كده وهم جوه الطبقة الأولى بيخشوا في طبقة تانية، في فندق غريب بقوانين جاذبية مختلفة، عشان برضو في الطبقة التانية يدخلوا في الطبقة التالتة اللي هي قلعة وسط الجليد ومعارك مسلحة. نخش في الجانب العاطفي للفيلم. لكن في وسط الأكشن والعلم اللي احنا بنتفرج عليه، الفيلم فيه قصة عاطفية قوية جدا. عندنا مثلا كوب اللي بيتعذب من ذكريات زوجته مال، اللي بتجيله طبعا في أي حلم بيدخلوا فيه، واللي بتكون ماتت في ظروف مأساوية جدا. وبإن هو بيحس بتأنيب الضمير لأنه كان جزء من السبب. المشكلة برضك إنه زرع في عقلها فكرة غلط زمان، والموضوع ده بيطارده في أحلامه لحد دلوقتي. علشان كده بنشوفه دايما بيتعذب، وبيشوف دايما مراته موجودة معاه في قلب الحلم. وهنا بقى بيظهر الصراع الأساسي. مش بس المهمة صعبة، لكن عقل كوب نفسه بيحاول يدمرها، وفي صراع جواه. علشان بعد كده نوصل للنهاية الغامضة اللي محدش فاهمها. بعد ما الفريق ينجح في زراعة الفكرة وكوب بيرجع لأولاده، بس قبل ما يشوفهم بيحط الدوامة بتاعته على الطاولة، وده اللي هو بيتأكد إذا كان في حلم ولا واقع. فالأداة اللي بيستخدمها علشان يعرف إذا كان في حلم ولا واقع، الكاميرا بتقرب من الدوامة اللي الأهل لسه بتلف، وقطع الفيلم فجأة. طب ده معناه إيه؟ معناه مثلا إن هو لسه في حلم، ولا هو ده الواقع وإن الدوامة هتقف بعد فترة؟ فالمخرج ليه قطع الفيلم عند اللقطة ديت؟ ليه ما جبناش النهاية إذا كان وصل للواقع ولا لسه جوه حلم؟ فتفسير النهاية ان هو ايه السؤال الكبير، هل كوب فعلا رجع للواقع ولا لسه محبوس في حلم؟ ده سؤال اللي محير الكل. عندنا نظريتين: الطوب هيقع وده واقع، الطوب هيفضل يلف وده لسه في حلم. طبعا دي هتقول لي ده بديهية جدا. اقول لك لكن كريستوفر نولان اللي هو المخرج الفيلم سايب النهاية مفتوحة علشان يسيب كل واحد يفسر على طريقته وعلى مزاجه. لان الغرض من النهاية مش النهاية نفسها، الغرض منها اللي هي زي رسالة، اللي هي ايه، مش مهم اذا كان حلم او واقع، المهم ان كوب اخيرا لقى السلام وقرر يعيش اللحظة. الفيلم مش بس عن الاحلام لكنه عن الافكار، ازاي الفكرة ممكن تكون اقوى من اي سلاح. عن الندم وعن الذنب زي في حالة كوب اللي بيصارع نفسه طول الفيلم، وعن الحب اللي هو الدافع الحقيقي اللي بيخلي الشخصيات تتحرك. انا كده شرحت لكم الفيلم فكرة مبسطة من غير حرق للاحداث بتاعة الفيلم، علشان لو حبيت ان انت تتفرج على الفيلم بعدين. فيلم انسبشن مش فيلم بيتشاف مرة واحدة، كل مشاهدة جديدة بتكتشف تفاصيل جديدة في قلب الفيلم.
الفيلم بيسيبنا مش بس نسأل عن الحلم والواقع، لكن كمان عن إيه اللي بيحدد الحقيقة بالنسبة لينا. قولولي في التعليقات، تعتقد كوب كان في حلم ولا في واقع؟ ولو عجبك الفيلم متنساش اللايك والاشتراك علشان يوصلكم كل جديد، وسلام.